شعارنا في الباك تو سكول معاك في حلمك، وعلشان ما يبقاش مجرد شعار اخترنا نماذج قدرت تحقق حلمها. تعال نشوف ازاي قدروا يحققوا حلمهم. أنا اسمي آية أيمن عباس، كابتن منتخب نص السباحة البارالمبية وصاحبة أول ميدالية عالمية نسائية في تاريخ السباحة البارالمبية، وأول واحدة في مصر وأفريقيا والوطن العربي تحصل على 3 ميداليات في بطولة عالم سباحة بارالمبية. أول حاجة أنا بدرس إيه؟ أنا لسه في آخر سمستر ليا في الجامعة في AUC ماس كوم ميجر وماينر ثياتر وانتربرينورشيب. ايه اللي حببني في اللعبه؟ انا بدات اللعبه اصلا من 2006. بدات سباحه وانا عندي 6 سنين، بداتها علاج مائي وبعد كده غيرت وابتديت اتمرن بقى وخدتها جد يعني، وابتديت اول بطوله جمهوريه في 2008 واول بطوله محليه ليا كانت في 2008، وبعد كده دخلت منتخب في 2014 تصفيات المنتخب، وابتديت بقى العب بروفيشنال من 2014. سافرت بقى 4 بطولات عالم و2 اولمبيكس، وان شاء الله الاولمبيكس جايه ربنا يكرمني واتاهل. جبت في بطولتين عالم ميداليات. اول بطوله عالم كانت في 2017، اول ميداليتين في تاريخ مصر السباحه البارالمبيه. وتاني بطوله عالم جبت فيها ميداليات كانت في البرتغال اللي فاتت دي 2022. دي كانت برونز في ال 100 متر بريست، ودي كانت اول ميداليه في اللعبه في السباحه دي يعني، او التخصص ده في مصر وافريقيا والوطن العربي. ازاي قدرت اوفق بين الدراسه والتمرين؟ هو التوفيق ما بينهم مش سهل، لان انا دراستي ما كانتش سهله، لان انا كنت IG وبعد كده دخلت AUC، واحنا الدنيا عندنا مش بتبقى سهله قوي، لان احنا عندنا دراسه في الجامعه جد قوي. فبس الدنيا بتتوفق لما بيبقى مثلا في بيك سيزون في السباحه، فانا مركزه في تمريني، بذاكر كل حاجه، بس التمرين واخد مني وقت كتير قوي، ان انا بنزل مثلا ممكن انزل 3 تمرينات في اليوم واحد. امتحانات، انا لو عندي امتحان الفجر، عندي امتحان الصبح، انا عندي تمرين الفجر، بحاول اظبط دنيتي ان انا ما انزلش تمرينه الفجر عشان اسهر واقعد اتاخر في السهر يعني في المذاكره، واذاكر بعد كده اروح امتحاني وارجع التمرينه بعد ما اخلص الامتحان، مش بتبقى فجر، بتبقى بعد الامتحان. والموضوع صعب بس بتتظبط يعني، بالذات بعد السمستر اللي فات لا الدنيا عندي بتتظبط. نمت الساعه 4 الصبح وصحيت الساعه 8، كان عندي بيبر 3000 كلمه كان لازم اسلمها، فخلصت وسلمت وخلصت البرزنتيشن بتاعتي، رحت التمرين يعني بعد ما خلصت. اخر بطوله ليا كانت في البرتغال، بطوله العالم في البرتغال، جبت فيها ميداليه برونز في ال 100 متر صد. دي كانت 3 ميداليه بطوله عالم ليا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا الوحيده في مصر وافريقيا والوطن العربي السباحه بارالمبيه عرفت اجيب 3 ميداليات بطوله عالم. دور التكنولوجي في حياتي، اكتر ديفايس بستخدمه هو مش ديفايس واحد بصراحه، بس هو 2. بستخدم اللابتوب بتاعي والموبايل. في الدراسه اللابتوب ما بيسلمش مني، ممكن يهنج مني او احط له تلج مثلا على اخر السمستر. التكنولوجي ساعدتني في تحقيق حلمي، انه انا لما كنت في IG بالذات في اخر سنه خلاص ثانويه عامه، كان عندي امتحان وكنت مسافره بطوله العالم بتاعت المكسيك اللي انا جبت فيها فضه وبرونز. انا كان لازم هرجع على جون، امتحانات جون، فانا كان لازم اخد حاجتي اذاكر، فكنت واخده معايا اللابتوب وكنت واخده معايا كتبي، فكان لازم ان انا الحق اذاكر هناك واكسب وقت عشان ارجع اخلص. لو عندي 3 عروض اختار منهم ايه؟ ابدل حاجه قديمه بحاجه جديده، تقسيط، خصم 50%. لا، ابدل حاجه قديمه بحاجه جديده، ابدل موبايلي. موقف ما انساهوش، موقف في دراسه مش ممكن انساه. بص، هو مش موقف واحد بس اخرهم كان امبارح. كان عندي مشكله كبيره قوي في الجامعه، كان في ديدلاين انا نسيته، وفي فورم كان لازم تتسلم، والفورم دي خلصت يوم 15/6، اللي هو انا راجعه اصلا من بطوله العالم بتاعت البرتغال دي 20/6، فانا ما عملتش سبميت للفورم. فهو اللي حصل انه ابعت لهم ايميل قالوا لي هنحطك على الويتنج ليست ومش عارفه ايه. رحت امبارح، رحت الشخص اللي كان مسؤول على الفورم يعني وكده، قعدت تركز تقول لي ايه ده، هو انت ايه ايمن اللي بيتكلموا عنها ومش عارفه ايه؟ قلت لها ففتحت لي فورم وانا واقفه، فانا كنت مبسوطه قوي يعني بصراحه. موقف في اللعبه مش ممكن انساه برضو بطوله العالم دي بالذات ما اقدرش انساها. جبت الميداليه انا واقفه، طبعا كل فريق معاه ناس كتير قوي موجودين، احنا برضو بعثتنا ما كانتش كبيره قوي. وطبعا الاول كانت بريطانيا، الثاني كان ايسلندا، وانا كنت الثالث. فبريطانيا مسافره معاها ناس كتير ومشجعين كتير قوي، فطلع باخد ميداليه، الثالث بياخد الميداليه الاول، فصوتنا مش طالع، راحت ماما ادت زغروطه، ماما زغرطت حرفيا. انا من ساعه ما خدت التتويج كل ما امشي، انا خرجت يوم واحد بس اللي هو اخر يوم قبل السفر، 3 في المول بيقولوا لي هو انت ايجيبت، هو انت اللي جبتي الميداليه. فالزغروطه كانت مسمعه قوي بصراحه يعني.
بما ان الكامبين بتاعتنا اسمها معاك في حلمك، كلمه لكل واحد بيحلم يحقق حاجه. انا شايفه ان نو بين نو جين خالص، وشايفه ان كل حاجه بتعدي. فحاول مره واثنين وثلاثه واربعه وشوف انت عايز تعمل ايه واسعى عليه. كتر السعي هتوصل يعني. هتجرب وهتقع مره واثنين وثلاثه، بس الحاجه اللي انت بتدور عليها هتوصل لها اكيد. شكرا.